فن التعلم كتاب من تأليف جوش ويتسكين، وهو أحد أشهر لاعبي الشطرنج في الولايات المتحدة والعالم. نال بطولات عديدة قبل دخول منافسات في إحدى الرياضات القتالية ليصبح أحد أبطالها أيضا. سر التفوق في المهارتين يعود كما يقول الكاتب لبراعته في التعلم، فالموهبة وحدها غير كافية، والذكاء منفردا لا يعني الكثير. هذه بعض الأفكار المهمة التي وردت في الكتاب. توجد نظريتان في فن التعلم، وهما: الأولى اكتساب العلم بالتدرج، والثانية بالكينونة والقدرات الخاصة. أما الزمرة الأولى فتعتمد على التعلم التطوري، أي أنها تؤمن بالمرور بمراحل حتى الوصول إلى إتقان المهارة، بينما الثانية فتؤمن بالتعلم الثابت، إذ توظف مواهبها وذكاءها فقط، فإن لم تنجح فهي لا تواظب ولا تبذل جهدا للتطور، وتعتبر أن هذا المجال ليس دربها. لذلك فإن أول ما يجب التسليم به هو أن التعلم يتم على مراحل وبشكل تدريجي. تعلم الأساسيات قبل أن تسعى وراء الفروع والمهارات الثانوية أو الأكثر تعقيدا، فكما قال بروسلي: لا أخشى من يعرف 10,000 ركلة، لكنني أخاف من يمارس ركلة واحدة 10,000 مرة. لا تسرع ولا تنسى أن الجودة أهم من الكم، لذلك يجب إدراك الأساسي وأن تمارسه ممارسة حقيقية، فهو حجر الأساس في هرم التعلم. ستتمكن من المهارات عندما تصبح الأساسيات جزءا من عقلك اللاواعي. عندها تنطلق إلى مرحلة ثانية تتحكم في كل جوانبها لتنتقل إلى مراحل أخرى. حدد هدفك والمستوى المرغوب. اسأل نفسك: هل تريد أن تكون لائقا أو جيدا أو عظيما أو الأفضل على الإطلاق؟ وكلما ارتفع المستوى المطلوب كانت المعايير التعليمية عالية، وكان الجهد اللازم بذله أكبر. عقلية التميز. أنت فريد من نوعك، لذلك احذر لدى اختيار معلمك، فهو من يجب أن يختار لك أسلوب تعلم يناسب طبيعتك ويلائم شخصيتك، وإلا ستفقد اهتمامك. وهذا يتطلب أن تعرف نفسك أولا، لتركز على مكامن القوة لديك والتي ستحول نقاط ضعفك إلى أمر غير ذي أهمية. هذا لا يعني إهمال نقاط ضعفك كليا، لكن الأهم هو العمل على ما يميزك واتباع أسلوب خاص بك. استثمر في الخسارة. ارتكب الأخطاء، فهو جزء مهم من عملية التعلم. من الطبيعي الفشل للتصحيح بعده. عليك فهم أسباب الخطأ لترتقي وتتقدم. لست بحاجة لأن تكون صائبا طول الوقت. عليك أن تهدم أسطورة التفوق الوهمية. إن كنت تريد بلوغ القمة فإن ذلك يتطلب منك المواصلة، حتى إن كانت على جانب آخر غير اعتيادي. عليك أن تحول المحنة إلى منحة في كل مرة، وليكن هذا أسلوب حياتك، لكن عليك تجنب الوقوع في نفس الخطأ أكثر من مرة. إن أردت التقدم فعليك أن تخرج من منطقة راحتك، وهذا يقود إلى النقاط التالية: تدرب في الظروف الصعبة والاستثنائية. لا تتفادى دائما المشتتات، بل تكيف معها، وكن مرنا قدر الإمكان للحفاظ على التركيز والطاقة. اجعل أعلى ما بلغته خط الأساس الذي تنطلق منه إلى المرحلة القادمة. اجعله القاعدة التي تبني عليها، وهذا يتطلب تحليلا للوضع وما تقوم به، وإلى أي نسخة جديدة من ذاتك تريد الوصول. اجعل يومك الأفضل هو يومك العادي. اختلط بأصحاب الخبرة وبمن يفوقونك مهارة، لكن ليس دائما، كي لا تصاب بالإحباط. أخيرا، لا تنسى أن تمنح نفسك بعض الراحة بين فترات التعلم لرفع مستوى تركيزك وإنعاش عقلك.